نبدأ مع بعض نكمل في يونت 3 lesson 3. هنا بيقول لي the cat is، هنعمل match the cat is between the box. طبعا واضحة جدا، وهي الصورة التانية الكات اهي في النص و between the two box. number 2 the cat is behind the box، فهي آخر صورة الكات behind the box. وعندي الدوج the dog is under the box، وطبعا هي باينة الدوج موجود في أول صورة. بعد كده complete the passage using the words in practice. أنا عندي stuck و stick و between و car. فبيقول لي إيه؟ بيقول لي سامي was playing in his room when his toy إيه؟ التوي بتاعته كانت إيه؟ كانت كار. يبقى when his toy car عملت إيه؟ rolled under the couch. rolled under يعني اتدحرجت تحت الكاوتش. he looked for it behind the curtain، دور عليها ورا الكرتن اللي هي الستاير and in front of the TV أو وقدام التي في and but it was gone، لكنها كانت ايه؟ خلاص مش مشيت. then he checked ايه the two chairs، حاجة ما بين اتنين تبقى ايه؟ the two chairs تبقى between، عشان between معناها بين حاجتين. يبقى then he checked between the two chairs and so it was، يبقى انا خدت stuck، سوري، خدت كار وخدت between. هو كده شافها ان هي it was ايه؟ it was اتحشرت يعني stuck and so it was stuck. he used استخدم ايه بقى to pull it out stick. عارفين الستيك اللي بتجيبوه بتاع الايس كريم؟ هي عصاية كده. he used a stick to pull it out. هنا عندي الباراجراف بيقول لي اكتب من 3 ل 4 sentence عن، حاطط بقى preposition اللي هي between و under و behind. فاحنا هنا ممكن نستغل نفس الموضوع اللي احنا قريناه ونقول ان my toy car rolled under the couch، نفس الكلام، او rolled under the table. ونقول I looked for it between the two chairs او two chairs. ونقول my sister looked behind the curtain. وفي الاخر نقول I found it under the bed مثلا، و I was happy. طبعا هنكتب الجمل دي واحطها لكم كبوست كده على اليوتيوب تقدروا تشوفوها. هنا بقى بعد ما شرحنا الباست سيمبل وقلنا ان الباست سيمبل ده بيتكلم عن فعل حصل خلاص تم، وقلنا ان احنا في الباست سيمبل بنستخدم الافعال بتتقسم لمجموعتين، مجموعة ريجولار اللي هي منتظمة ومجموعة irregular اللي هي غير منتظمة. المجموعة الريجولار دي بيبقى الافعال بنزود لها ed. اما الirregular الافعال اللي هي بنحفظها زي eat ate see saw drink drank. تعالوا بقى نشوف هنا هو جايب لي الافعال المنتظمه زي ايه؟ زي close. يا ترى البسط بتاعها فين؟ هيبقى نمبر 1 هنوصلها بسي. نمبر 2 climb هنوصلها البسط بتاعها climbed هنوصلها بايه؟ عندي like يحب يبقى liked هنوصلها بدي، يبقى 3 بدي. play اللي هي 4 ونوصلها ببي عشان تبقى played. طيب في اللي تشوز نمبر 1 نور walk ولا walked ولا walking to school 2 days ago. 2 days ago يعني من يومين فاتوا، منذ يومين. طبعا دي حاجة خلاص حصلت، تبقى نور walked. هايلين. نمبر 2 زي ايه؟ climbs climbed the tree و yesterday يعني امبارح، فامبارح تبقى climbed. هنختار اللي فيها الفيرب اللي فيه ed. The girl played with her ball last week. last ده يعني الأسبوع اللي فات يعني ماضي، يبقى نختار played. طبعا الجزئية دي المفروض انها homework. نبتدي نحل. when did the student، احنا هنقرا السؤال الأول. when did the students go to the pyramids. احنا عرفنا when معناها امتى الأطفال راحوا البيراميدز. يلا ندور. أول نقراها من الأول. last Sunday grade 6 students went on a trip to the pyramids in Giza. يبقى راحوا امتى؟
last Sunday. يبقى الإجابة last Sunday. What animals did they see؟ ايه الانيمالز اللي هما شافوها؟ طبعا احنا اتفقنا ان دي بتعبر عن الباست. هتقولي ليه الفيرب سي؟ هقولك عشان مادام دي جت بترجع بقى الفعل الاصل، بتقول ارجع لاصلك انت. ف what animals did they see؟ تعالوا نشوف. Last Sunday grade 6 student went on a trip to the pyramids in Giza. They went by bus. At the pyramids they saw camels and horses. يبقى ايه الانيمالز اللي هم شافوه؟ الكاملز and horses. طيب تمام كده خلصنا ده الويكلي assessment. The cat that choose the cat is a the table. يا ترى ينفع اقول between؟ طبعا لا، between عايزة حاجتين. طب under؟ طبعا under يعني تحت التيبل، ايه المشكلة؟ طب in the table يعني كسرنا التيبل وحطيناه جواها، لا طبعا، يبقى هي ايه؟ under. يبقى number 1 under. children sandwiches and chips. طيب children هيعملوا ايه في السندوتشات والشيبسي؟ ate اكلوها، ولا played لعبوا، ولا slept ولا ناموا؟ طبعا اكلوها. يبقى children ate sandwiches and chips. طيب the ticket سعرها، دي كانت في الستوري اللي قريناها. the ticket ate 20 pounds. طبعا the ticket was كانوا ب20 pounds. التيكت مش هيبقوا جامبد، مش هينطوا ولا كوكد ولا هيطبخوا، يبقى اخترنا was. the TV is the chair and the couch. حاجة وحاجة، يبقى انا كده ممكن اقول كون قلت ايه؟ بين التشير والكاوتش، بين الكرسي والكاوتش. فهنا the TV is between بين، لانه كتب حاجتين يبقى هي بين، هي between، مش on ولا from. weekly assess هنا بقى في البانكتويت I helped my friend. طبعا الاي كابيتال وفي الاخر فول ستوب لانها جملة عادية. طيب choose the correct answer from A, B, C. My friend ate to the garden yesterday. My friend ate to the garden yesterday. طيب امبارح went ولا where ولا jumped؟ طيب احنا عارفين ان وانت بيجي بعدها تو او جو بيجي بعدها تو، فالباست بتاع جو هو went. يبقى my friend went to the garden yesterday. راح الجاردن امتى؟ yesterday. طيب نمبر 2 my brother is a car. عمل ايه للكار؟ drives the car يعني سائق العربية، ولا eats the car اكل العربية، ولا walks the car اتمشى في العربية؟ طبعا هي ما تنفعش غير سائق العربية. my brother drives the car سائق العربية. he brushes a teeth every day. he brushes عايزة اقول سنانه، اكيد مش سناني. he brushes my teeth ولا his teeth ولا her teeth؟ اسمعك بقى بتقول على he her عشان هتبقى انت اللي her، يبقى he brushes his teeth. طيب my sister plays with my sister اختي، يعني هي بنت، انا بتكلم عن السيستر البنت. my sister plays with my toys ولا his toys ولا her toys؟ طبعا البنت افتكرناها بايه؟ هير يعني شعر، والبنت شعرها طويل فنفتكرها بالهير، يبقى my sister plays with her toys. طيب البانكتويت I went to the museum. طبعا الاي كابيتال ودي جملة عادية يبقى ايه؟ فول ستوب. weekly assessment سي جايلي بقى هنا ايه مختلف شوية، مش تشوز، جايلي ري اوردر. طيب ري اوردر بيقولي everyone يعني كل واحد، يعني ده كده السبجكت. فين الفيرب عندك؟ عندك had. everyone had a good day. كل واحد عمل ايه؟ قضى يوم جميل. everyone had a good day. طيب يبقى هقولها تاني. everyone had a good day يعني يوم كويس.
طيب نمبر 2 the A، وعندي farmer وplants وgrow. طبعا ذا يعني نكمل، انا عايزة اكمل الفعل ده، تبقى the farmer اللي هو الفلاح. the farmers مالهم بيعملوا ايه الفارمرز؟ بيزرعوا النباتات grow plants. نقولها مرة كمان the farmers grow plants. طيب نمبر 3 his A، عندي sister وتو وhelp وcame، تبقى his A بتاعته his sister أخته. his sister help، لا أنا عندي الفيرب help وعندي الفيرب كمان إيه came. طيب احنا لو قلنا احنا خلاص حطينا الفعل اللي هو his sister، تبقى his sister help ولا came؟ طب ما هو help فعل يا ميس، بس احنا هنقول ايه بقى؟ اخته جت لتساعد، فاخته جت يعني ايه؟ his sister came. his sister came يعني اخته ايه؟ جت to help عشان تساعد. نقولها تاني his sister came ليه؟ to help. his sister came to help يعني جت عشان تساعد. طيب البنكتيويت they التي كابيتال، طبعا اتفقنا اول حرف يبقى كابيتال، ودي جملة عادية برضو هنحط في الاخر ايه؟ فول ستوب. بكده يكون يونت 3 خلص، وده اللي هنشتغله ان شاء الله المرة الجاية، ده الريفيو بتاع يونت 1 2 and 3.